صباح الخير حبايبي او مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. طبعا انا كنت فطرت وعملت كل حاجه، قلت اعمل كوبايه قهوه الاول معاكم وتعالوا مع بعض نشوف النهارده يومنا هنقضيه ازاي. تعالوا نشوف النهارده. جات لي هديه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تعالوا احكي لكم بقى قصه الهديه دي جات ازاي وايه ايه الموضوع يعني كله. زي ما انتم طبعا شايفين، انا يوم ما اعلنت عن افتتاح المكان قلت بس ان المكان في المكان المعين في اسكندر ابراهيم، ما قلتش عنوان ولا حاجه. بس حب الناس بقى، مش عارفه اعمل ايه في حب الناس يا جماعه والله. فالمهم رحت هناك، لقيت صاحب اللي هو ايه يعني بيوضب المحل. قال لي مدام جيجي جالك حد النهارده سأل عليك. قلت له طب ازاي عرفوا المكان وبتاع؟ قال لي مش عارف، قعدوا يسالوا لغايه ما وصلوا ليكي للمكان. فقلت له مين؟ قال لي ده حد اسمه عزه جالك وبيقول ان هو جايب لك حاجه معاه. طب ايه هي الحاجه؟ قال لي معرفش، هي جايه تاني. قلت له طب تمام. فالمهم واقفه شويه كده ولقيت ست كده جميله امور، ربنا يا ربي يعني يرحم جوزها ويخلي لها بنتها يا رب. المهم لقيتها جايه بتقول لي مدام جيجي انا فاتحه مملحه الفسيخ ده في البيت، اكل بيتي يعني، بتعمل اكل بيتي وكده، وانا مملحه الاكل ده وعايزه ادوقك منه. فوالله العظيم عارفه يعني مش عارفه يعني، حسيت ان انا بجد يعني لا، حب الناس ده حاجه يعني ما بعدها حاجه. فقالت لي بالله عليكي دوقيه مني وانا عاملاه في البيت بطريقتي وكده. فانا دلوقتي اخدت طبعا منها. خلاص كده خلصنا؟ لا طبعا ما خلصناش. قابلتها جات لي لحد عندي ونزلنا ذوق وجميله جدا، وقالت لي انا بجد بحبك جدا ومتابعاكي من زمان قوي قوي قوي، وانا فاتحه صفحه كده ايه بعمل فيها اكلات، اكلات بيتي وتمليح حاجات وتمليح كيكات وتمليح فسيخ وتمليح سردين والحاجات دي كلها مخللات واكل بيتي والكلام من ده. فقالت لي دوقي الفسيخ بتاعي وقولي لي رايك. فانا هدوقه معاكم دلوقتي وهقول لكم رايي. انا دقته خلاص واكلت منه. المهم تسكت بقى هي؟ لا ما تسكتش. المهم جبت كده ولقيتها تاني يوم برضو بيقول لي مدام جيجي في حد جالك في المكان وسايب لك ايه برطمان. برطمان ايه؟ طيب في ايه ده؟ قال لي تعالي وانت هتشوفي بنفسك. فالمهم رحت، كنت رايحه برضو اباشر المكان. فلقيتها سايبه لي برطمان اللي هو الحلبه ام سوداني، الحلبه ام سوداني دي اسمها ايه، سايبهولي وقالت لي طب دوقي مني. فانا بصراحه يعني انا بقيت مكسوفه منها والله، مش عارفه اقول لها ايه. يعني بتيجي من منظره لحد عندي كل يوم عشان تجيب لي حاجه تدوقها لي. فانا قلت بما ان بقى هي بتعمل الحاجات دي في البيت، فانا هطلع اعرض معاكم المنتجات بتاعتها، ان انتوا تقدروا ان شاء الله تقفوا جنبها وتساعدوها. زي ما قلت لكم يعني ربنا يرحم جوزها يا رب ويتولاه برحمته. وهسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم رقم تليفونها علشان هي بتعمل الفسيخ بالطلب. هتستغربوا دلوقتي وتقولوا سعر الفسيخ كام يا جيجي؟ والله انا استغربت، قلت لها حرام عليك انت بتبيعيه ببلاش. فقلت لها بكام؟ قالت لي الكيلو ب 200 جنيه. يا بنتي ده الكيلو ب 500 جنيه في كل حته، عند هنا وعند هنا وعند. قالت لي والله ببيعه ب 200 جنيه عشان اكسب زبون. هكسب مكسب بسيط لاني بجيب بالكميه، فبكسب مكسب بسيط بس. فعاملاه في البيت وعاملاه حلو قوي والله العظيم، مش كلام قسما بالله. لو مش حلو انا ما كنتش طلعت عملت الفيديو، كنت قلت لها انا مش هقدر والله اطلع اعمل لك الفيديو خالص. بس بامانه الفسيخ طعمه في منتهى الجمال، ملحه حلو، الناس اللي بتحب الحاجه اللي هي الدلع شويه يعني ما فيهاش ملح كتير. لكن لما يكون حادق شويه انا مش بحبه بصراحه. ده انا يعني انت بتحبيه بطريقتك قولي لها. هتتصلوا بيها وتطلبوا منها الاوردر بتاعكم، وهي يعني تعمله لكم في خلال 5 6 ايام، وهتجيبه لكم لحد عندكم، هتدوا عنوانكم وكل حاجه. فاجبروا بخاطرها، ربنا يكبر بخاطركم يا رب ويوسع رزقكم. الناس دي فعلا انا بحب اقف معاها، الناس اللي دايما بتجتهد. والله جيت ادفع لها الفلوس بتاعه الحاجه ما رضت ابدا، قالت لي والله ابدا. انا بقول لكم بكل صدق وبكل امانه، عشان بس محدش يقول لي مش عارفه ايه. لا انا بقول لكم اهو، هي جابته وما رضتش تاخد اي حاجه. انا يعني قلت لها طب انت مكلفه نفسك وجايه لحد عندي وكده ركبتي مواصلات، طب خدي حق الفسيخ طيب حتى ولا حاجه. ما رضتش ابدا. لقيتها كمان جايبه لي رنجه، بس هي مش عاملاها يعني، هي جايبه الرنجه من مكان يعني، قالت لي خدي دوقي لو عجبك ابقى اجيب لك منه. فهي بتسعى على رزق بنتها وبتسعى على رزقها وفاتحه فاتحاها القناه عشان يعني ربنا يكرمها ان شاء الله. فعايزاكم بقى كده جيجي بقى القمر ده يخش كده ايه ينورها جوه ويشوف اكلاتها اللي هي بتعملها، ولعل وعسى يمكن حد فيكم يكون محتاج فعلا وجبات وكده. وزي ما قلت لكم سعر الفسيخ 200 جنيه. انا ذات نفسي استغربت. 200 جنيه ايه يا بنتي؟ ده اصلا السمكه البوري دي تبقى غاليه. قالت لي عشان انا اعرف حد يعني بيجيبها لي باسعار كويسه، فانا بكسب مكسب بسيط فيها. ف بامانه الفسيخ طعمه جميل جدا، وحاجه بيتي نضيفه جدا، حاطه فيه على ما اعتقد ورق لوري، وحاطه فيه شويه حاجات كده مخليه طعمه حلو. آه بس كده يا بنات. فحبيت بقى اتكلم معاكم. معلش النهارده الفيديو في المطبخ لان انا كنت هناك في المكان، والحمد لله يعني احنا قربنا يا جماعه. ادعوا لي بقى دعوه حلوه كده يعني، دعوه كده من قلوبكم كده ان شاء الله يعني. يعني الحاجه اللي انا عملتها تليق بيكم ان شاء الله،
وادعوا لي دعوه كده ان ربنا ييسر لي اموري، لان الموضوع بجد، لا الموضوع كنت مفكره سهل كده وبسيط، لكن الموضوع طلع كبير قوي. فربنا يا رب يسهل لنا الحال يا رب ان شاء الله، وكل حد يعني نفس ربنا يكرمه باذن الله، ربنا يكرمه. في ناس كلمتني طالبه يا جيجي احنا عايزين اوردر، يا جماعه انا لسه ما فتحتش، والله ما فتحتش، الناس فكرني والله ما فتحت يا بنات يعني. حتى عزه دي لما جات لي المكان لقيت المكان زي يعني لسه بنوضب. فان شاء الله مش طبعا اول ما هفتح، طبعا اول ناس انتوا هتكونوا تعرفوا العنوان وكل حاجه، عشان تشرفونا وتدوقوا بقى ايه الاكل بتاعنا. ادي الرنجة زي ما انتم شايفين حبايبي، والفسيخ اهو، هنشوف بقى الفسيخ مع بعض كده يعني. وريحته حلو، ريحته مش الريحة النفاذة حاجة البيتي برضه بتبقى حلوة غير المحلات برضه. ادي السمكية اهي، هي ده كيلو من الفسيخ. انا بصراحة عملت اتنين بس وشلت واحدة يعني، ادوقها لحبايبي يعني. فطلعت واحدة كده حطيتها على جنب، وعملت الاتنين دول فاضوا مننا كمان يعني، الرنجة فضلت والفسيخ فضل. وقطعت بطاطس زي ما انتم شايفين كده وبس، كنت بقى مستنيه اسخن الزيت ونعملها. الرنجة بقى البنات قالوا لي ماما اعملي لنا الرنجة اللي هو اسمه ايه، قولوا معايا، اللي هي سلطة الرنجة يعني. فانا قلت بقى اعملها له. بصوا احنا هتلاقونا في الشهر كده بناكل مرتين ثلاثة من الفسيخ يعني، مرتين ثلاثة. المرة اللي قبلها اللي كنت برضو كان الفسيخ كنت شارياه، ومرة تانية كان الفسيخ جاي لنا برضو. وقلنا يلا هيصة احنا بنحبه اصلا وفكده يعني. اه ياني يما، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. في حد كتب لي قال لي يا جيجي بلاش تعملي بلوكات يعني، سيبي الناس تتفرج. يا جماعه بيشتموا شتيمه وحشه قوي والله العظيم، انتوا لو والله انتوا ما تقبلوها يعني يعني بمسحها عشان انتوا ما تتنرفزوش، عشان عارفه انتوا بتخشوا تردوا، ومش عايزه اضايقكم عشان انتوا بتحبوني، عارفه انتوا بتتضايقوا عشان في ناس بتخش مستفزه جدا، فلا ما فيش داعي تتفرجي على ايه، فبعمل بلوكات على طول. يعني في اليوم بعمل 3 4 5، هتبص تاني نفسها تاني يوم بتيجي تكتب كومنت مش هتعرف تكتبه، هتتفرج بس، فخلاص ده هو ده المطلوب، مش مشكله نشيل 10 في اليوم ولا حاجه، بس ما يكونوش في قناتنا ناس مؤذيه في الكلام يعني، الكلام المؤذي ده بيأذي الناس فعلا. هنا كانت رؤية بقى واقفة تساعدني زي ما انتم شايفين، رؤية النهارده بقى انا زعلانة منها عشان تبقوا عارفين يعني. بكلمها اول ما صحيت من النوم قالت لي بص يا ماما ما بحبش حد يكلمني الصبح، كلموني بالليل. طب الساعة كام يا رؤية نكلمك على الساعة كام كده؟ قالت لي على الساعة 7 اكون فقت وكلموني. طبعا هي قاعدة مستنية النتيجة، في انتظار النتيجة بتاعتها، فقاعدة قال يعني متوترة البت بقى، انتوا واخدين بالكم ثانوية عامة وبتاع. فقالت لي ماما ما حدش يكلمني بالنهار، كلموني بالليل. فاحنا ساكتين، حتى مي صاحبتي اتصلت من السعودية عشان تكلمها بتحبها جدا. فين رؤية؟ قلت لها مي معلش بعد اذنك يعني لازم تاخدي ميعاد عشان تكلمي رؤية. قال لي ايه؟ قلت لها رؤية بتقول لك تكلموني بالليل، محدش يكلمني بالنهار. فالبنت شخصية برضو، فاحنا لازم يعني نحترم شخصيتها ان هي بتقول لك كلموني بالليل. فاولادكم بيقولوا لكم كلموني بالليل ولا بيكلموكم في اي وقت؟ فبصراحة انا فرحت يعني، قلت الحمد لله ان هي مش هتكلمني بالنهار، لان هي زنانة شوية. فالحمد لله ان هي قالت لي ماما ما تكلميش بالنهار. يعني لازم نلبي طلبات الولاد برضو يعني، لازم نحترم رأيهم يا جماعة برضو، ما احنا هما اللي بيربونا مش احنا اللي بنربيهم. المهم بقى تعالى نتكلم على الفسيخ بقى. الفسيخ زي ما انتم شايفين كده الحمد لله ريحته حلوه، والدلع حلو جدا ما فيهوش ملح كتير. و انتوا عارفين بقى انا بحب ادلع الفسيخ بقى والرنجة، ده انا هشهيصهم دلوقتي. ده انا بصوا هنا بقى طبعا شلت الشوك ولبست بقى في ايدي كده الجلافز عشان خاطر ايه. بصوا زبده زبده، تسلم ايدك يا عزه. وشكرا يا حبيبه قلبي على تعبك، انا بقدر يا جماعه الناس قوي والله العظيم، يعني الناس دي يعني على راسي من فوق، ان تنزل من بيتها وتكلف نفسها وتيجي في مواصلات عشان تيجي لي في المكان يعني. يلا اديكوا عرفتوا مكاني وهتعرفوا مكاني كلكم، واللي عايز يشوفني بقى في اي وقت يقول لي احنا جايين لك يا بنت يا جيجي، يعني تيجي تنوروني كده ان شاء الله باذن الله. انا ساكته أهو عشان ما تقوليش انت رغايه، ديني ساكته والله، دماغي وجعاني قوي قوي قوي، عندي كميه صداع رهيبه والله رهيبه، اخدت حاجات قد كده. قلت لكم قبل كده انا بحس باحساس غريب كده في دماغي، بحس ان اكني في نمل ماشي. هتقولي يا جي كشفي، كشفت والله. الدكتور قال لي لا ده بس ضغط نفسي ولا حاجه، يكون انت بس ضغط نفسك وكده ولا حاجه. وفعلا انا مضغوطه جدا اليومين دول والله. بس يعني كل خطوه بعملها وكل خطوه بتبان في المحل في المكان، ببقى مبسوطه قوي ان انا يعني تعبي بشوفه قدام عيني. ان شاء الله تكمل على خير يا رب باذن الله. هنا بقى ايه، قلت افصص الرنجة، وانا وملك اتخانقنا اليوم ده خناقة، وانا غضبت على الاكل وما اكلتش معاهم. ايوه هحكي كل حاجة، ده انا بصوا ده انا هجرسكم يا ولادي النهاردة.
انا طبعا بعت رؤية، قلت لها بتقولي الملك كانت عايزه تاكلها سلطه يعني هي. بعت رؤية قلت لها بتقول لك ماما تعمل الرنجه كلها سلطه ولا البطروخ بس. رؤية جت قالت لي بتقول لك كله. انا فهمت كله يعني حطي الرنجه على البطروخ واعمليه. فعملته. ملك بقى جت قالت لي ماما عملتيه، قلت لها عملت لك كله. لا يا ماما، لا يا ماما انا مش عايزه كده يا ماما، انا كنت عايزه الواحده ولا. فانا بصراحه كنت متشنكه عليهم يعني، انا واقفه اعمل واقفه اسوي. وفي الاخر واحده تقولي ما تكلميش الا الساعه 7، والتانيه تقولي لا يا ماما مش لا يا ماما. مش عارفه اربيكوا ولا ايه يا ولاد، مش عارفه اربيكوا ولا ايه يعني. يا خساره تعبي وتربيتي فيكوا يا ولادي، ورضعتي اللي انتوا كنتوا بترضعوا. العيال كانت بترضع لحد 3 سنين، لحد ما كانوا بيمسوني ببقى عامله زي الموميا. فانا بقى صراحه زعلت وما رضيتش اتغدى معاهم، اخدت نفسي وقفلت عليا باب اوضه النوم، وقفلت قعدت في الاوضه جوه. وهي جت تتاسف لي وانا ما قبلتش الاسف بصراحه. قالت لي ماما انا اسفه، قلت لها معلش ابسولوتلي. ابسولوتلي. جت رؤيا قالت لي ماما ممكن اكلمك، قلت لها لا ميعادك لسه ما جاش، انت ميعادك على الساعه 7. كلميني على الساعه 7. اه يعني يما عندي رؤية ورتاج. بصوا، 2 صبيان في البيت. دي تقول انت بصيتي لي، قلت لها انت ما بصيتليش، لا انت كلمتيني، لا انت ما كلمتنيش، وانا مش طلبت منك تجيبي لي وانت لما جبت، ما انت اول من السنه اللي فاتت طلبت منك حاجه وانت ما جبتها ليش. والتاني تقول لها فاكره السنه اللي قبلها لما طلبت من، وانا قاعده بقى اتفرج عليهم كده بص لهم كده الاثنين، عايزه احدفهم باي حاجه جنبي ولا حاجه، اقول يلا اهي طاقه بيطلعوها. اهو حطيت بقى الرنجة كلها كده في الكبة. وقمت بقى يا ولاد حاطة ايه حتة طحينة وعصرة ليمونة وشوية زيت وبصلاية وقرن فلفل اخضر، اسمها سلطة كده الطحينة بتبقى حلوة، او طماطماية. والله العظيم كان طعمها زي العسل، وقرن فلفل حراق كده. وقمت عصرة ايه الليمونة بتاعتي. ليه يا جيجي ما حمرتيش البطاطس لحد دلوقتي؟ كان خالد بيجيب لي زيت من تحت، الشهر كان خلاص خلص معانا، وده كان اكل حبة زيت. فانا ما رضيتش اخلي اللي هم اخليهم كده في الازازه، وبحب استعمل اللي في البتاع بتاعتها يعني. وحطيت شوية طحينة كده زي ما انتم شايفين اهو. وبس كده، واضرب بقى كل ده في بعضه، هتطلع بقى احلى سلطة طحينة. اه والله العظيم طعمها حلو قوي 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 قوي. يا جماعة بقى هسيب لكم اللينك التعزة بتاع القناة عشان تشوفوا الفسيخ بتاعتها عملته ازاي، والليمون والحاجات الحلوة اللي انتم بتحبوها دي، للناس اللي هي الستات الكبيرة اللي امهاتنا اللي مش قادرة تخش المطبخ وولادها اتجوزوا ومش عايزة تتعبهم والكلام ده كله، هي تقدر تعمل لكم كل الوجبات اللي انتم عايزينها. تمليح، تخليل، اكلات، اي حاجه هي هتعملها لكم. هسيب لكم رقم التليفون بتاعها للتواصل علشان لو حابين فسيخ، سردين، الحلبه اللي محوجه اسمها، او حلبه محوجه بالسوداني بالكلام ده كله. هتشوفوا دلوقتي معايا طبعا. اما رحت بقى جبت البرطمان بتاع البرطمان بقى، انا كنت في المحل هناك فقالوا لي ايه خدي البرطمان ده، فاخدته حطيته في حضني كده ان لفاك، هي لفاكتي عشان ما يتكسرش. افتكرت الفيلم بتاع البنت اللي كانت رايحه تجيب لباباها دواء، ماسكه ازاز وخايفه تتكسر. لا تشرب هذا الدواء انه فيه سم قاتل. فانا افتكرت انا ماسكه الازازه وحضناها كده ماشيه في الطريق خايفه اي حد يخبطني، البرطمان هيقع بقى، البرطمان بسم الله ما شاء الله يعني بتاع كيلو حلبه. ماشيه بقى عارفين ان هو ايه محافظه عليه. قمت رايحه بقى جايبه عيش فينو، وقمت رايحه بقى، ده كان بالليل بعد الفسيخ بقى بكتير. وقمت بقى ايه متعشيه بيها، يا لهوي ضربت في نافوخي، ولقيت خدودي دي احمرت وردت كده، عارفين تحسوا ان انا عملت تنت في خدودي. اي أيوة والله. ولقيت نفسي ايه، عارفين ان هو ايه دماغي ضربت مليانه بقى سوداني، وانا عماله ارقش بقى ارقش مع العيش الفينو السخن بقى كده. انا عماله افتح نفسكوا صح. وادي البطاطس بتاعتنا اتحمرت، وادي الفسيخ بتاعنا، وادي السلطه بتاعتنا، وادي العيش بتاعنا. واحنا يا جماعه عشان اكلنا بسيط مش عايزين تحطوا لي لايك، حطوا لي لايك. بس بص البطاطس بقى، حمرت طاسه تانية لسه على النار اهي. بس هم هياكلوا وبعد كده هطلع البطاطس التانية. انا بقى غضبت وقفلت الباب عليا، وهم راحوا جابوا البطاطس واكلوها. ويا ماما تعالي كلي ده، واحنا سبتهم يهلوا. اه دي بقى بصوا احنا كنا اكلنا بالليل منها، ده الصبح بقى. ده الصبح بقى بعد ما اكلنا نصها. ملك بتحبها جدا، بس انا لقيت السوداني ياما قوي فوق الوش، فانا قلت بص شكلها وطعمها خرافه. تسلم ايدك يا عزه وعينيكي، والله بجد ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبه قلبي يا رب، ويوسع رزقك وعشان خاطر بنتك. وربنا يرحم باباهم يا حبيبتي، انتي الام والاب دلوقتي، فربنا يخليكي ليها يا حبيبه قلبي يا رب. زي ما انتم شايفين بقى، قعدت اقلب لما اجيب العسل تحت والسود عشان يبقى كله ايه مختلط ببعضه. اطلبوا بقى منها الحلبة، واطلبوا منها الفسيخ، واطلبوا كلها كل ما تشتهيه هتشوفوه عندها. عايزاكم بقى تخشوا كده كده تشجعوها وتقفوا جنبها، عشان أنا زي ما قلت لكم هي ام واب في نفس ذات الوقت.
وانا بحب بصراحه ادعم الناس اللي زي كده. بس كده حطينا بقى اللوز. ازيك يا ارتاج؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام. وحشتيني. وانت كمان يا جورج. كنتي فين مستخبيه فين؟ عند ليلى. كنت عند رحاب. مم. خلي رحاب تنفعك. بصوا بقى الجمال بقى، وكلي بقى وكلي، ما يهمكيش بقى ولا دايت ولا تخن ولا يهمك. بقول لارتاج لو اكلتي البرطمان ده يا ارتاج هتبصي هتبقي مزه صح. طبعا. بيتخن والله بيتخن. مش عايزه ادخل. جماعه خش اعملوا في الانستجرام اكتبوا يا التشهير دي النيلة على بالانجليزي. الفولو. ايوه الناس بجد بتخش لي. ماشي خشوا يا جماعه، خشوا عند ارتاج قولوا لها كلي حلبه يا ارتاج عشان تتخني شويه. التشهير بالانجليزي. بس يا حبايب قلبي ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت ورقم التليفون، واتصلوا بيها اسمها عزه، وخشوا في قناتها وشوفوا الاكلات بتاعتها الجميله. وربنا يوسع رزقك يا حبيبتي يا رب. وشكرا لذوقك وشكرا لتعبك وشكرا لمجهودك معايا. بس كده بحبكم جدا. ودي سندوتشاتي اروح بقى اكلها كده تضرب في النافوخ. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي في فيديو جديد. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم.